4 دفاعيه. نو كي تلعب 4-4-2 كاع نقولوا دفاعيه كيف كيف. انت الناس كي تلعب كيلكو سوا لو سيستم، كي تريكوبيري الكره تما اللي تبان الهجوم كاع ياتاكيو. شفنا الاتليتيكو مدريد اللي هما معروفين بالدفاع تاعهم، ولكن كي تكون السلام عليكم الإخوة الأعزاء ومرحبا بكم في القناة ديالكم مادوكو. قبل ما نبداو الفيديو، إلا كنتوا أول مرة هنا ما تنسوش ديروا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم عندنا فيديو سخون بزاف، غادي نشوفوا معكم شنو قال الإعلام الجزائري من بعد الهزيمة القاسية ديال المنتخب الجزائري قدام الأرجنتين ب3 أهداف ل0. واليوم غادي نشوفوا ردود الفعل داخل البلاطوهات الجزائرية وشنو قالوا المحللين والإعلاميين بعد هذه الخسارة. خليكم معنا حتى الآخر وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات. واحد يفكر في روحه يخرج المدرب يقول لك ما حبش يلعب بطريقه دفاعيه محضه. لو تلعب دفاعيه هذه انتم عندكم هذه العقليه تاع الدفاعيه باسكو يلعب 5-4-1 دفاعيه. نو كي تلعب 4-4-2 كاع نقولوا دفاعيه كيف كيف. انت الناس كي تلعب كيلكو سوا لو سيستم، كي تريكوبيري الكره تما اللي تبان الهجوم كاع ياتاكيو. شفنا الاتليتيكو مدريد اللي هما معروفين بالدفاع تاعهم، ولكن كي تكون عندهم الكره يوليو ب7 ب8 في القدام. صحيح احنا هذه اللي كنا نقولوا نحذروا بلي لازم نغلقوا لهم الوسط، يعني من الوسط حتى لا ديفونس تاعنا. امين اكساس، قراءتك لهذه الهزيمه الثقيله التي لم تكن منتظره صراحه. صحيح واش قال ميلود جديات وعلي بن شيخ، اننا واجهنا فريق كبير، فريق اقوى منا، لكننا كنا سهلنا له المأموريه باش فازين علينا بهذه النتيجه ربما، ولكن حتى احنا كنا طامعين اكثر اغريسيفيتي اكثر. كما قلنا شفنا تشكيله كانت تشكيله متوازنه، شفنا ليكيب كي بدات ال10 دقائق الاولى اون بلاص، شعرنا باننا نملك الامكانيات للوقوف في وجه المنتخب الارجنتيني، لكن بمرور الوقت شفنا مستوى اعلى. رضوان كي تتكلم على التشكيله المتوازنه بطبيعه الحال، لكن على ارضيه الميدان شيء اخر. عندما يكونوا عندك 3 لاعبين بين ال11 خارج الاطار راح يفوسيو لك لو جو. صحيح، من اللاعبين اللي تعتبرهم بانهم كانوا خارج الاطار. اولهم بالغالي ارتكب عده اخطاء من الناحيه الدفاعيه. نعم. هجوميا ما ساعدش خاصه على الواقع الايمن. ثانيا بوداوي خارج الاطار تماما. بوداوي ما عقلناش، ماشي بوداوي اللي كنا نشوفوه في المباريات السابقه. وثالث لاعب قويري اللي ما عطى اي حلول للهجوم تاع المنتخب الوطني. كذلك بنطالب نوعا ما يعني وسط الميدان، وسط الميدان كذلك حتى حاج موسى لم يكن في المستوى. يعني جايك حاج موسى 3 نحسب 3 هذوما. لا حاج بالغالي حاج موسى انت يا حاج موسى كي ما تعطيلوش كورات، ما تلحقلوش كورات كومام. وكي تقول لي حاج موسى ما تلحقلوش كورات، نقول لك ايضا قويري كي ما تلحقلوش كورات، بما انه قويري حطيته مع الثلاثي، حطيته مع بالغالي اللي ما كانش في المستوى، نوافقك، وبوداوي ايضا وقويري. لكن انا نقول لك ماشي غير 3 سير لو 11 رونترون، لي 11 جوار اللي دخلوا ربما تقريبا نصف التشكيله كانت خارج الاطار. قويري احنا ما نتكلموا عليه من الناحيه الهجوميه، اتكلموا عليه من الناحيه الدفاعيه على الاقل يجيني شويه، هذا من الجانب الدفاعي. نعم واصل امين. على العموم فوز مستحق للارجنتين، نقولها بكل صراحه بكل جداره واستحقاق. طبعا هذه ما يختلفوش فيها. صح. كما نقولوا عرف كيفاش يسير المقابله، لعب على حسب لو ريتم ديالو، يطلع وقت ما يحب، يهبط وقت اللي يحب. القوه ديالو كانت في 30 متر الاخر. حنا كنا تكلمنا في الكوليس، كنا نشوفوا في المقابله كي تشوف انت كيفاش الطريقه اللي يخرج بها، انت تبان لك ببطء لكن يعرف كيفاش يبني من الوراء الى وسط الميدان، يلحق عنده كما نقولوا 30 متر الاخر يطلع في السرعه. لهذا كانت السرعه في التنفيذ. وكان تشوف انت الهدف الاول بلا باس العموديه إليمينات 6 لاعبين تقريبا. صحيح، ماشي تقريبا 6 لاعبين، بقاو 4 لي ديفونسور. وثاني كذلك لازم نقولوها اليوم بكل صراحه ما عندناش حارس مرمى. انا تكلمت عليها ونزيد نقولها اليوم بكل موضوعيه. اليوم الحارس المرمى تلقينا 2 أهداف. انا نقول باللي الدفاع ما البرومي بيت بن سبعيني
ومندي يسالوا في الهدف مع حارس المرمى، باسكو حارس المرمى كان قادر يتصدى. دائما اللي بيت جاونا من اللاكس. باسكو علاش ما كانش الضغط على حامل الكره، ميسي يحكم الكره. انت دوكا ميسي اروجي خلاص قريب ل 20 متر 25 متر، علاش تولي للوراء؟ تخرج شفنا بن سبعيني ومندي مولين للوراء، لا رحت لازم تضغط على اللاعب. صحيح. لهذا سهلوا المأموريه، وميسي تتكلم على احسن لاعب في العالم. ما تعطيلوش المساحات هذوك خاصه قريب للمرمى. لهذا ثاني زيدان شفنا الهدف الاول كان قادر ديجا قاسها، يتحمل المسؤوليه. انا نقول ماشي 100%. لهذا انت حارس مرمى في هذا كي تشوف انت الارجنتين ما خلقوش فرص كثيره خاصه في الشوط الاول. خاصه في الشوط الاول. صحيح. انت تحسب 2 تير 2 بوت. لا لا بريمير ميطون خلصت 1 مقابل 0. شنو نحكيك بين الشوط الاول والشوط الثاني سما تيراو 2 تير 2 بوت. التير الاول تاع ميسي سجل. الهدف الثاني اللي تيراه اللاعب ماكاليستر، عاود رجعت الكره اللي ثاني يسال فيه الحارس المرمى اللي عاود رجع الكره ما عرفش. حتى وسط الدفاع ما كان حتى واحد في لاكوفيرتير. المتابعه هذه هي، وانا لا وسط الدفاع يتحمل المسؤوليه. خلينا هي كي تكون كي يتماركا البيت مشتركه لا مشتركه 100%. نو 100 باسكو علاش ان غارديان دو بيت انت التير هذاك انا شفناه كان قادر يديفي الكوتي يبعد الخطوره. هو وين ولات لابال الى وسط الدفاع وسيفري. ومع ذلك المتابعه ما كاش متابعه حقيقه. لهذا انا نقول باللي شوف لعبنا ضد فريق تكلمنا قبل المباراه، فريق جد يلعب كره جماعيه، فريق منسجم عنده الدفاع صلب. ثاني كنا قادرين عملنا بعد فترات ضغط العالي على حامل الكره على الدفاع. كنا نوعا ما ولا تشوف كي غير نديروا بريسيون على لا ديفونس نقلقوهم ويخرجوا الكره الى التماس يعطونا الكره. لهذا انا جاب لي ربي ما امناش بروحنا، كان تخوف نوعا ما. وثاني عندنا مشكل عندما كما نقولوا نضيعوا الكره في 20 متر الاخير او 30 متر في الدفاع في المنطقه تاع الارجنتين باش نعاودوا نولوا كاين تحول بطيء جدا. كلمتك قلت لك ضد هولندا كانت عده مرات عطينا لهم احنا الفرصه. واضح. خلينا نروح لسامر عماري اللي راهو طري ديسو رغم انه قبل اللقاء كان متفائل بتحقيق نتيجه ايجابيه وبالتشكيله التي دخلت. ما الذي حدث اليوم سامر العماري حسب رايك؟ اولا نتيجه مخيبه تضع الفريق الوطني في موقف صعب. دي الديبي دو تورنوا رانا او بيي دو ميرس، لان لازم نرياجيو ضد الاردن ولازم نربحوا ضد الاردن. دونك اون سي مي لا بريسيون يفو دير لا فيريتي. اون جوي ضد فريق اقوى منا، سير المقابله كما يريد، سجل اهداف في اوقات حساسه، كسرت المنتخب الوطني. نظن ان احنا تكلمنا على الكثافه في الميليو تيران ولا اغريسيفيتي في الميليو تيران، فلا بريزون. فهذه ما كانتش وهذا نقطه استفهام. والميليو تاعنا ثاني كان لاطاك تاعنا فوضويه شويه، on n'y avait pas cette maîtrise, il n'y avait pas cette rapidité, on était très lent. المنتخب الوطني كان غايب. وهنا انا نتساءل كيفاش لاعب كيما ميسي نطلقوا له نخلوا له مساحات لعبنا كوم سي اون سافي كو l'Argentine était supérieure à l'Algérie. Un entraîneur est censé avoir un plan pour stopper les forces تاع l'adversaire. هنا شفنا ميسي دار واش يحب ماركا بيت رغم انه كان في بعض الفترات لا يظهر ولكن في كي يحب ياكسيليري يماركي لنا دون لاكس كيما قلت 3 فوا دون لاكس ديرك لا فاسيليتي. ونزيد نقول لك باسكو فو دير لا فيريتي الارجنتين اليوم لعبت تاع الريتم تاع الجزائر ربحونا انا جو بونس با هذا هو لو فوليوم دو ترافاي لو فوليوم دو جو تاع الارجنتين ريال لعبوا يعني رتم اللعب تاعهم اعلى ولكنهم سيروا اللقاء سيروا المقابله. اللاعبين خيبوا. انا كنت جو ماتوندي بيو دو بن طالب دو بوداوي دو مازا دو حاج موسى سورتو ميم البدلاء اللي دخلوا ما جابوش لو بلوس. يفالي او موان سوفي لونير بار ان بيت. جو بونس كو اليوم ما كناش في الاطار. انا والله غير سا ما رابيل ان بو لا ديفات تاع نيجيريا في لا كوب دافريك. اليوم ما كناش
بالسوء اللي لعبنا به امام نيجيريا نسبيا، ولكن سي لا ميم امبرسيون، اون لامبرسيون كاين فرق بين الارجنتين والفرق في المستوى، وهذا المستوى مازال ما لحقنالوش. واضح سي عليه.